جابوها صديقي جابوها ما داوليش ما جابوش هنا الله يا ربي. اذا متابعين افاضل اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفتي في قناه الشاب كيف ما كتلاحظوا معنا 16 سنه الله يرحمها 5 سنوات الله اعتذر. فهادشي كيدوخ صراحه لان صراحه صدمه قويه. الطفله اللي كانت كتلعب من بعد صلاه التراويح او في صلاه التراويح لقاو طفله في الصباح اليوم في هذا المكان هذا اللي كنتواجدوا فيه المتابعين الافاضل في الشاحنه ديال النفايات لقاوها مرميه تماكن. وعلى حسب المعلومات اللي توصلنا بها الاوليه ان اللي دار هذه الجريمه فالعمر ديالو 16 سنه. ومعلومات هذه اوليه اللي كتروج في هذا المكان في هذا قرب العائله ديالها او اللي كتروج مع العائله ديالها. اذا الله يرحمها ويجرى رحمات الطفله الصغيره اللي هنا في هذا المكان هذا لقاوها مليوحه في عمرها 5 سنوات. الله يصبر الاهل ديالها والاقارب ديالها وانا اليه وانا راجعون. الله يصبرهم ويكون معاهم لان الصراحه ماشي سهله. الطفله كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل العائله كلها مصدومه. العائله في واحد الحاله هستيريا في هذه اللحظات كيف ما كتلاحظوا معنا. كاين اللي كيقول راه دوزوني مباشره للمقابر، كاين اللي كيقول كل واحد شنو كيقول. الله يصبر الاهل ديالها والاقارب انا اليه وانا راجعون. اذا في هذا رمضان اليوم 11 في رمضان متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي هذا هو المكان اللي لقاو البنت في الشاحنه النفايات. بعد لحظه نوريكم حتى الشاحنه النفايات اللي الان محطوطه واللي لقاها السائق واللي معاه لقاها في هذيك الهويه ديال النفايات لقاها. فتفاجئوا في واحد الحاله اللي ما تصوروش، واحد الحاله ما تصوروش كيفاش دايره. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب دائما معكم. هذه هو الشاحنه اللي غنوريها لكم دابا الان. هذه الشاحنه اللي غنوريها لكم الان في اذا كل شوفوا السلام عليكم الله يصبركم الفيديو. اذا هذه الشاحنه ديال هذه الشاحنه اللي غنشوفوها معنا متابعين الافاضل متابعين قناه الشعب قناه الحاله ما تصورش. هو الامطار حاليا وكل شيء مصدوم لها الناس ديال سي الطيبي كلهم مصدومين. هذه الشاحنه اللي تلقات الطفله اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات وحسب الشهود العيان كيقول بان راسها لتحت وجهها الفوق. هذه الشاحنه كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين ديال الجماعه ديال سي الطيبي هنا طلقات والسائق جاطو ويتبان له طفله في هذا المكان هذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين. من بعد صدم وعيط الاخبار الدرك الملكي متابعين ومتابعات قناه شفتي في قناه الشعب. اذا دائما معكم وغادي نحاولوا ناخذوا حتى الناس ديال الساكنه واللي هنا اللي في هذا المكان هذا نحاولوا ناخذوا معاهم تصريح. كيقولوا ان هذا العمر ديالو على حسب الاخبار الاوليه كيقول ان العمر ديالو 16 سنه على حسب ما يروج وما يقال في هذه اللحظات. لا باقي اذا الله يرحمها ويجرى رحمات متابعين الافاضل. هذه هي الشاحنه اللي تلقات فيها الطفله في هذا المكان هذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين. الكل مصدوم كل زعما في واحد الحاله ما تصوروش كل واحد الحاله ما تصوروش في الحاله هستيريا ديال الطفله اللي كتبلغ العمر ديالها اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات لقاوها في هذه الشاحنه ديال النفايات. الله يرحمه ويجرى رحمه. تلقاو مع الاستاذ الصباح جا باش يخرج الكاميون من بعد كيتفاجأ لقاها في هذه الشاحنه.
الان في هذه اللحظات المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف في قناه الشعب كيتم النقل ديالها مباشره الجثمان ديالها الى المقبره ديال اللي هنا في قرب سي الطيبي. الحاله العائليه العائله الله يصبرهم ويكون معاهم في واحد الحاله هستيريه. هذا هو المنزل اللي هنا كتسكن، انا نوريكم المنزل ديالها والمكان اللي تلقى فيها. هذيك دونك كيف ما وريتكم في السابق هذيك هي السياره، وهنا غنوريكم المكان اللي تلقات فيه والدار ديالهم شحال كتبعد على تقريبا 20 متر و 30 متر فقط. انا نشوفوا معنا متابعين افاضل عبر المباشر. الكل غادي دار الجنازه، كل غادي مصدوم، كل واحد فين كيشوف مصدوم كيسمع هذا الخبر. كلشي ولاو الناس ديال الساكنه خايفين على وليداتهم. والاخبار الاوليه كيقول بان اللي دار الفعل فهو كيبلغ العمر ديالو 16 سنه على حسب ما يروج في هذه اللحظات. اذا دائما معكم متابعين ومتابعات قناه شفت في قناه الشعب. اذا هذا هو المكان كيف ما كتلاحظوا معنا. وهنا كانت الشاحنه مبلاصيه في هذا المكان هذا، كيف ما كتلاحظوا هنا كانت الشاحنه مبلاصيه في هذا المكان هذا بحال السيارات، لان هنا كيبلاصيو السيارات ها انتم كيف ما كتلاحظوا. والدار ديال الضحيه طفله اللي كتبغي العمر ديالها 5 سنوات هو هذا اللي فين واقفين ديك الناس المجمعين، هذيك هو الدار ديالها. اذا ما كتمشي مسافه بعيده 20 متر او 30 متر فقط اللي كتبعد فين تلقات هذه الطفله. واللي دار هذه الجريمه البشعه في عمر ديالو 16 سنه على حسب ما يروج وعلى حسب ما يقال، ولكن هذه الاخبار الاوليه، ولكن غنوفيكم جميع المعطيات ان شاء الله. اذا الله يرحمها ويجعل رحمات ويصبر الاهل ديالها ويصبر الاب ديالها والام ديالها اللي في واحد الحاله هستيريه، في واحد الحاله ما تصوروش، لان ماشي سهل انها الطفله في عمرها 5 سنوات تلقى في الكاميو ديال الشاحنه ديال النفايات، فماشي سهل زعما كلشي مصدوم، كل واحد كلشي في واحد الحاله هستيريه، في واحد الحاله الله يصبرهم، الله يكون معاهم ويرحمها ويجعل رحمات. وخصوصا في هذا الشهر الفضيل عند الله سبحانه وتعالى اللي هو شهر رمضان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا من المتابعين الأفاضل في هذا المكان الكل زعما صراحة في واحد الحالة، كل شيء مصدوم، كل شيء في واحد الحالة هستيرية، خصوصا العائلة ديالهم، خصوصا الأب ديالها، الأم ديالها ما قدرتش تستوعب، كتقول أنا بنتي مازال حية، ما يمكنش يوقع لها هذا الشيء، ما صدقاتش لأنها ماشي سهل. 5 سنوات طفلة صغيرة. مباشر نعم مباشر. إذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي. غنشوفوا